لو في حد اعترف لك بحبه بس انت مش حاسه مشاعر ناحيته، محتاجه تكوني واضحه معاه. واضحه معاه وقدامك احتمالين. الاحتمال الاولاني تقولي له انا الوضع الحالي ان انا مش حاسه بمشاعر قوي، ولكن مستعده ادي الموضوع فرصه، يمكن حاجه تتحرك جوايا ويمكن يكون ما بيننا نصيب. اهلا وسهلا، بس تكوني واضحه في دي. او واضحه في العكس، ان انا خلاص عارفه ان انا مش هحس حاجه ناحيتك، او مفيش قبول، او ان الموضوع مقفول. لانه مهما شفتي منه من حب وانت مش حاسه بالقبول ده، خلاص. لان انت مش حاسه بحاجه تقولي له ليه يجي يتقدم مثلا او ياخد خطوه لقدام. محتاجه تبقي واضحه معاه وعارفه هو واقف فين، لانه اعملي حساب هو طيب حاسس بايه. لانه ممكن يتاثر بده. اليوم بيفرق والساعه بتفرق والخطوه طبعا بتفرق. ففكره انه يخش ويتقدم دي خطوه كبيره. طيب بيزد على ايه؟ شفتي منه ايه فقلت يتقدم؟ لانه استفدنا ايه لو خدنا الخطوه دي وتقدم وخدتوا خطوبه وبعدين بعد شويه قلت له انا مش حاسه حاجه؟ هيقول لك طب ما قلتيش ليه من الاول؟ فمهم تكوني واضحه. ايا كان قرار تتفقوا عليه انتوا الاثنين، ويبقى قرار متبادل ما بينكم انتوا الاثنين بكل وضوح. وايا كان اللي هيروح فين، بس اهم حاجه الاتفاق والوضوح.